عندك مناسبة وجايلك ضيوف على فجأة وعايزة تنضفي سجادك وترجعيه جديد، هقولك على فكرة بجد ذكية جدا وحيلة ذكية قوي. بكيس فاضي هترجعي سجادك جديد تاني حتى لو كان بقاله سنين. تابعي معايا الفيديو للنهاية لان مليان افكار كتيرة حلوة، ان شاء الله تخرجي حتى لو بفكرة واحدة مستفادة او كلها افكار حلوة وبجد هتستفادي منها كتير. يا ريت لو اول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة، تنوري قناتي وتفعلي زر الجرس على الكل، ويا ريت ما تبخليش عليا باللايك عشان اللايك هو اللي هيرفع القناة واليوتيوب يقترحنا اكتر. يعني يا ريت اللايك يا جماعه، ما تبخلوش عليا باللايك. معايا بقى كمامه اطفال كده صغيره او كمامه كبيره اللي كانت متوفره عندي، الكمامه دي هبتدي بقى اخد. عايزه اقولك بجد فكره رهيبه مش هتتخيليها وتسهل عليكي كتير، وحاجه كده تعتمديها عندك. هروح بقى على حوض المطبخ واقوم معلقاها على الحنفيه بتاعه حوض المطبخ. عايزه اقولك بقى تستفادي منها ازاي، تكوني منضفه سمك او مقطعه فراخ او اي حاجه، بدل ما تروحي على حوض الحمام بتسهل عليكي وبترغي حلو قوي وبجد يعني، وبتستغلي بروه الصابون وهتنضفي بيها. تعال نشوف بقى الفكرة اللي التانية معايا. انا معايا بقى علبة الشوكولاتة دي ودايما برميها او ما بستخدمهاش في حاجة. انا مش عايزة بقى هاخد الجزء اللي من فوق ده وابتدي بقى بمسمار كده اسخنه على البوتاجاز وابتدي اخرم خرام فيها كده، او بالمفك. لو انتي بقى المسمار هيتعب ايدك بالمفك يستحسن، احسن مفك. بس اسخنه على نار البوتاجاز واقوم واخده الغطا زي ما انتم شايفين كده واقوم حطاها مصفى للحوض. عايزه اقولك بجد بتصفي حلو قوي وفكرة جميلة قوي. يلا لايك يا جماعه كده، شجعوني بلايك وتعالوا نشوف الفيديو مليان افكار حلوه كتير. تعالوا بقى نشوف الفكره، نشوف بقى مع بعض الفكره الثالثه. انا معايا طبعا دايما فوطه لتنشيف ايدي، وفوطه دايما بمسح بيها الرخام. فده مش عايزه الفوطه دي تتوسخ او تتملي مثلا زيوت او اتساخات او اي حاجه، مش عايزه ارميها على الرخامه او ما عنديش علاقه ليها. ابتدي اعلقها على ضرفه كده زي ما انتم شايفين واقفل عليها الضرفه. عايزه اقول لك بتبقى متماسكه طول اليوم وتفضل نظيفه معاكي، وهتنشفي ايدك فيها براحتك ومش هتقع لانها متماسكه وحلوه خالص. تعالوا نشوف الفكره بقى الاساسيه بتاعتنا. الفكره الاساسيه بقى اللي معايا هترجعي سجادك جديد في ثواني. تعالي ما اقول لك هنعمل ايه. لو عندك ضيوف او مناسبه او ريحه كمامه في مكمكمه كده السجاد، احيانا بيبقى في فصل الشتاء بتبقى فيه شقق كتيره ما بيخشهاش شمس، فدايما بيبقى السجاد ريحته مكمكمه. هقول لك على حيله وفكره ذكيه جدا هتخلي ريحه السجاد معاكي حلوه ودايما متعطر كده ونضيف ومن غير غسيل ومن غير نقطه ميه، وهترجعي سجادك جديد من تاني. هبتدي بس امشي عليه السجاده كده بالمكنسه الكهرباء، وبس اشيل كل التراب اللي فيه كده او اي اتساخه فيه كده بالمكنسه كده. امشي بس المكنسه عليه كده اخد اي تراب عليه. بعد كده بقى اجيب شويه اريال كده او اي مسحوق عندك بودر، اقوم رشاه على السجاده زي ما انت شايفه كده على الناشف بدون اي خلطات ولا اي حاجه. يا دوب بس هحط الاريال او البرسيل اللي معاكي، البودر كده ترشيه على السجاده. وبعد كده هتجيبي كيس ملح. طبعا تقولي بقى الملح يعني هنستفاد منه ايه؟ بيشيل اي كمكمه ويشيل الرطوبه، لان الملح بيمنع الرطوبه للسجاد والفرش. يعني عايزه اقول لك ان انت هترشي لان دايما بيبقى في فصل الشتاء فيه رطوبه كده عاليه ودايما بتخلي ريحه السجاد مش حلوه، وبالذات المكتومه اول ما بيخشهاش شمس زي ما قلنا في الفيديو. وبعد كده هرش على السجاده شويه ملح كده، حاجه بسيطه كده من الملح. واقوم بعد كده جايبه فرشه البلاط. عارفين فرشه البلاط اللي احنا بنستخدمها دي؟ ابتدي بقى اعمل بالفرشه زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لك بقى ان وانا بعمل كده بقى صعب عليا قوي ومش هتنضف معايا كويس. هبتدي بقى اقوم جايبه الكيسه، كيسه فاضيه كده، كيسه بيضه ما تبقاش سمراء عشان ما تطبعش على السجاده. هبتدي اجيب الكيسه واتنيها كده اتنيها كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي اجيب الفرشه اللي معايا واربطها في النص. هتقولي ليه انت بتعملي كده؟ اقول لك بتسهل عليا كتير قوي 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 وبتنضف بطريقه حلوه، علشان بتسهل عليكي في الغسيل او في دعك السجاده زي ما انت هتشوفي دلوقتي. وهتطلع كل حاجه في السجاده بطريقه سهله ومش هتبقى صعبه عليكي. يعني لو انت شلتي الكيسه من الفرشه هتصعب عليكي قوي. دلوقتي بتغسل بطريقه سهله او بتنضف لك السجاد بالفرشه كده بطريقه سهله جدا، بتروح وبتيجي معاكي سهل. لو انت عملتيها من غير الكيسه بتبقى صعبه عليكي قوي، ان انت بتروح وبتيجي بالفرشه دي بتبقى تقيله شويه. بجد هتنضفيه في ثواني وهيرجع زي ما كان. مش هستكفى بكده، لا، تابع الفيديو بس معايا للنهايه عشان هتشوفوا شكل السجاد في النهايه. بعد كده بقى اخلص بالفرشه كده واغسله كده بالملح والاريال زي ما انتم شايفين، وابتدي ادخله كده في الاجزاء في السجاده واغسل بالفرشه زي ما انتم شايفين كده. هقوم بعد ما اخلص خالص هقوم جايبه، عايزه اوريكم بقى الشعر والوبر اللي هي لمته من السجاده. لما تيجي تعمليها من غير الكيسه هتصعب عليكي كتير قوي. تعال نشوف بقى
بعد كده هاقوم جايبة المكنسة الكهربا وابتدي أشفّط الأريال والملح بالمكنسة الكهربا زي ما أنتم شايفين كده، وكمان هتدّيني بدال ما تدّيني ريحة تراب تملّي المكنسة الكهربا بتحسّي وأنتِ بتشفّطي السجاد بتحسّي في ريحة ترابة في المكنسة. بعد الخطوة دي هتشمي ريحة اريال في المكنسة على طول وما فيش ريحة تراب نهائيًا، يعني نضافة وريحة كمان. بعد ما تخلّصي الخطوة دي هتشوفي في خطوة مهمة أوي، هترجّع لِك كده السجاد زي ما كان بنضافته وبجد من غير نقطة مَيّة ولا خلطات ولا أي حاجة، لإن إحنا في فصل الشتا والجو برد ودي أحسن طريقة تعملي بيها السجاد. ابتديت بقى أشفّط كل الاريال والملح كده زي ما أنتم شايفين بالمكنسة الكهربا، عايزة أقول لِك نضّفت معايا السجاد وخلّيته نضيف وريحته حلوة. بعد ما خلّصت خالص الخطوة دي استبديت بقى أقوم جايبة واخر خطوة معايا بقى لو عندك اي معطر كده رشيه على السجادة. عايزة اقولك بقى نظافة وريحة، واستحالة تشم ريحة كمكمة في السجاد تاني حتى لو في فصل الشتاء. بجد الطريقة دي نظيفة جدا وطريقة هتسهل عليكي تنظيف السجاد حتى لو في فصل الشتاء ولو عندك مناسبة لو اي حاجة. باي باي واشوفكم في فيديو جديد، ورب يكون الفيديو عجبكم.